السلام عليكم متابعي قناة تركيا نيوز. اكتشاف كنز كبير يكفي لسد حاجات جميع السوريين وجعلهم أغنياء، ولكن المفاجأة. قبل أن نبدأ في سياق هذا الخبر، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. ضجت وسائل الإعلام العالمية في خبر اكتشاف كنز ضخم في سوريا يكفي لسد حاجات جميع السوريين وجعلهم أغنياء في المستقبل القريب في حال استثماره بشكل صحيح، وأشارت إلى أن فرحة السوريين لم تكتمل نظرا لاستحواذ إحدى الدول المجاورة عليه. وبحسب وثائق سرية سربت لموقع إيران انترناشونال المعارض، فإن طهران وضعت يدها على كنز كبير في سوريا موجود داخل مناجم الفوسفات في العديد من المناطق على امتداد الأراضي السورية. وكشف الموقع في تقرير حديث له أن إيران بدأت تحصل على اليورانيوم من الأراضي السورية، منوها أن طهران كسرت عزلتها بما يخص الحصول على هذه المادة، وجدت ضالتها في اليورانيوم المتوفر بكمية جيدة في سوريا، وذلك من أجل تزويد معاملها النووية لتخصيب اليورانيوم. مؤكد أنه تمكن من الحصول من وثائق مهمة تكشف أن إيران تقوم بنقل اليورانيوم من مناجم الفوسفات في سوريا إلى الأراضي الإيرانية، وذلك من أجل صنع الكعكة الصفراء. وابع موضحا أن طهران تحصل على المادة كنوع من استرداد الديون المترتبة على النظام السوري طيلة السنوات الماضية، منوها أن إيران تستحوذ على الكنز الضخم فيما يرسخ ملايين السوريين تحت خط الفقر في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية في سوريا مؤخرا. وأكد التقارير أن هذا الكنز الكبير الذي يحتوي على مادة اليورانيوم بكميات جيدة في مناجم الفوسفات في سوريا من شأنه أن يغير حياة السوريين بشكل كامل لو دخلت عائدات بيع هذه المادة ضمن الناتج المحلي الوطني، وتم توزيع تلك العائدات بشكل عادل على الجميع. وفي ختام هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء غدا.